السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة هذه الليلة يا إخوان هي قصة من قصص الأسطورة أبو زيد الهلالي. أبو زيد الهلالي قد تكون له قصص حقيقية أو واقعية، وبعض القصص قد تكون إلى الخيال أقرب، فيستحي الرجل ذكرها لعدم سند يوصل لها، وكذلك تراها كأنها إلى الخيال أقرب. ولكن هذه القصة التي سأذكرها هذه الليلة هي قصة قد تحصل لأبو زيد وغير أبو زيد. أما بالنسبة لما نسمعه عن قوة أبو زيد، فهناك يا إخوان أقوام ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن بأنهم كانوا ينحتون الجبال لقوتهم وشدتهم، وكذلك قوم هود عليه السلام بأنهم كانوا كأعجاز النخل، فقال تعالى: كذبت ثمود بالنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. فلا غرابة فيما نسمع أن بعض الناس أوتي قوة لما ذكره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام ومن قبلهم ومن بعدهم. نعود إلى قصة أبو زيد الهلالي بعد ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو زيد هذا مع ابن أخته. ابن أخته هذا يا إخوان ليس هو المشهور بعزيز بن خاله، وإنما هو ابن لأخته الأخرى. فذهب الاثنان بقافلة لهما مكونة من الإبل وما تحمله الإبل من معيشة حتى وصلوا إلى ذلك المكان. فلما وصلوا هذا المكان وجدوا فيه بئرا وكانوا على أشد ظمأ، فكل منهم قال لآخر: انزل واملأ الدلو وأنا سأسحبه وأسقي الإبل. فاستقر الأمر على ابن أخته أنه هو الذي سينزل. وكانت البئر موحشة، فكانت فيها أشجار ومطوية بالأحجار التي يسمونها الرداية. قبل أن ينزل يا إخوان اشترط على خاله شرطا، فسأله خاله عن هذا الشرط فقال: أن تمنعني من كل ما أتى من خارج البئر. وافق خاله على هذا الشرط بشرط آخر، فلما سأله ابن أخته عن هذا الشرط قال: بأن تمنعني أنت كذلك مما يخرج من البئر. وافق الولد على هذا الشرط كما وافق خاله. قام الولد ونزل إلى البئر وقام بملء الدلو، وأخذ خاله يجره إليه ويسقي الإبل. كانت يا إخوان هناك حدأة معروفة بالحدية كانت تسكن في البئر، وخرجت من البئر كي تأتي بطعام لصقارها، فأتت بثعبان كبير. فلما وصلت إلى البئر رآها أبو زيد الهلالي وهي تحلق فوق البئر، وقد كان عاهد ابن أخته أن يحرسه من كل ما يأتي من خارج البئر. فقام أبو زيد الهلالي فسل سيفه من غمده. فلما اقتربت الحدأة والثعبان في مخلبها قام أبو زيد الهلالي ثم ضرب الثعبان بسيفه، فضربه من خلف الرأس بما يقارب الشبر، فطارت الحدأة وما بقي من جسد الثعبان، وسقط الرأس على رأس ابن أخته فلدغه. فلما لدغه يا إخوان والونين هو الصوت الذي يخرج يا إخوان من الحزن أو من الهم أو من الضيق أو ما شابه ذلك أو مثل هذا الموقف. ودخل الثعبان بعد أن لدغه بين هذه الأحجار التي سبق أن أسلفت أنهم يسمونها بالرداية. فلما سمع خاله هذا الصوت الذي هو الونين أنشأ يقول في قصيدة له: سمعت منك يافة الجود ونة، عساك منها يافة الجود سالم. فرد عليه ابن أخته بقوله: لا سالم منها يا سالم من كل سيء، والراس ما تطوى عليها العماي. أنا سالم لو مزرق الناب نابني ضربني بنابه والتقاب الرداي. من رافقك يا خال ما رد سالم مير لرويك وروي ركايبك وخلي يلمى من فوق الحوض عايب. رد عليه خاله من خارج البئر وقال له: يا ولدي خم الرشا واحتزم به وحول مع البطحة رجال همايب. رد على خاله وقال: يا خال خل الدوح والنوح خله ووسع بقبري يا بري الذمايم. قام وخم الرشا واحتزم به، وقام خاله يسحبه من البير، وقام يوصي خاله وخاله يسحبه وهو يوصي خاله في القبر وفي ولده وفي أخته وفي زوجته، ويقول له في القصيدة: حط قبري براس عيطة طويلة وسيفي ورمحي حطها لي نصايب.
وداعتك يا خال ورع صغير يلعب مع الصبيان وابوه غايب، حذرك يا خال من ضربة العصا، أو نزرة تودع قليبه حطايب، وقل بنت أمي تغطى وتستحي رجال هالوراث فوق النجايب، وقل بنت العم ترحل لأهلها حرم عليها اليوم شوف الحبايب. وقام خاله يسحبه برشا، ويوم ما ظهر خاله إلا قد هو ميت، وقام ودفنه، وانتهت السالفة. ولا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.